رجل محترم، تحياتي لك يا ابن الأصول. عندي سؤال، لو هبدأ دروب شيبينج محتاج بادجت كام كبداية؟ وشكرا. لو لسه انت بتبتدي في الأول خالص، دايما بقول ابتدي بمصر وابتدي الموديل بتاع الدفع عند الاستلام. الشركات اللي هي بتعمل دروب شيبينج أو الأفيليت زي تاجر وفيندور وفي كام حاجة تانية، مش بغرض ان انت تكسب منهم، لكن الغرض ان انت تتعلم ازاي تعمل اعلانات وازاي تعمل لاندنج بيج او ازاي تعمل موقع وازاي تران الموضوع ده كله، السايكل كلها تقفلها من الاول والاخر من غير ما تشتري بضاعة عشان ما تتكلفش فلوس كتير في الاول. نحسبها مع بعض. في اوفر مثلا انا شوبيفاي هتلاقيه محطوط عندي في البايو، بيديك 3 ايام فري، وبعد كده كل شهر دولار واحد بس، يعني حوالي 50 جنيه، تقدر تعمل من عليه شوبيفاي ستور. بعد كده الاعلانات بقى، انت هتختار منتج ليتس سي مثلا من تاجر، ممكن تتست المنتج الواحد مثلا ب 300 جنيه. انا رأيي تختار مش اقل من 7 منتجات، تعمل تستات كده بسيطة لحد ما حاجة تمشي معاك كويس. فلو قلنا 300 في 7 يعني كام؟ 2100 جنيه مثلا. اعلانات، هتدخل على الادز لايبرري بتاعت الفيسبوك، تشوف نفس المنتج ده بيتباع بره ازاي في امريكا واوروبا، تقوم واخد الفيديوهات معدل عليها بكاب كات مثلا فري، وممكن تحط سبتايتلز عربي او الكابشنز اللي هي العربي دي. تبتدي لكل منتج هاتله مش اقل من 5 كرييتيفز او 5 فيديوهات، وخليها تتناسب مع السوق المصري، وابتدي اعمل الاعلانات بتاعتك. ان شاء الله يعني مثلا لو صرفت على الاعلانات 2100 جنيه، ان شاء الله هيجي لك كام اوردر في النص منهم، طلع جزء من الفلوس اللي انت دفعتها واحده واحده، ان شاء الله يبقى معاك وينر او معاك منتج كويس تقدر تكبر بيه وتكسب منه كويس. الخطوات اللي بعد كده مش هتكمل بقى شغل مع تاجر والزيهم، انت بقى تجيب البضاعه بتاعتك، وبعد كده بقى ممكن تتوسع في الخليج، وبعد كده بقى في امريكا واوروبا وكده، فاهمني؟